المفهوم الخامس واللي برضه ناس كتيرة جدا عندها اعتقاد غلط في المفهوم ده، وهو هل لازم اعرق عشان خاطر استفيد؟ لازم في الاول تبقى عارف يا حبيب قلبي ان العرق مش دليل على شدة التمرين بتاعك. العرق ما هو الا نظام تبريد مش نظام حرق دهون. والموضوع ده خلاني افتكر قصة كده حزينة لما حد من الكباتن المحترمة قال لي انا بحب اتمرن في جيم ما فيهوش تكييف عشان بحس ان انا عملت تمرين مش طبيعي وبتاع وبعرق كتير. هي مش بتمشي كده والله يا جماعه. انت بتقول ايه انت، ولا بتقول ايه انت، ولا انتوا عايزين مني ايه؟ يعني انا عشان خاطر الجيم ما فيهوش مروحه فالجو حر فجسمي حاسس بحراره عاليه جدا من جوه فبيبتدي يعرق عشان خاطر يطرد الحراره دي، فعشان خاطر كده قلنا ده نظام تبريد، يبقى كده ده معناه شده التمرين بتاعتي عاليه؟ لو اخدنا نفس الشخص ووديناه كده بشحمه ولحمه وشارع من شوارع روسيا يتمرن فيها ويتمرن بنفس الشده، طب ما مش هيعرق عشان خاطر الجو بارد وجسمه مش مضطر ان هو يعرق عشان خاطر ينظم درجه الحراره، فمش معناها كده ان هو ما اتمرنش كويس. فاللي عايز اقوله انك انت ممكن تتمرن في جو بارد جدا عادي وما تعرقش وفي نفس الوقت تعمل نتائج جباره ما حصلتش. فالعرق مش مقياس على جوده التمرين او شدته، المقياس الحقيقي هو ادائك في التمرين.